السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من دبليو سوبر كارد. معكم أخوكم نوتا. الحلقة هذه رقم 24. خلونا نبدأ. الأسبوع وغير عن الأسابيع اللي راحت، أنا قاعد أسجل الحلقة الحين يوم الخميس، عكس العادة أنا أسجل يوم الأحد. والسبب إني أسجل يوم الخميس عشان الماني إن ذا بانك. زي ما تدرون الماني إن ذا بانك يخلص يوم الجمعة الساعة 10، لذلك حرصت اني اخلص الماني ان ذا بانك قبل يوم الجمعة. اليوم يوم الخميس وباقي 17 ساعة على نهاية الحدث، ولله الحمد جبت وجمعت 22763. يعني باقي لي لعبة ان شاء الله واحدة بس ناجحة واجيب شارلوت. الحين خلونا نلعب ونجيب شارلوت باخر لحظة بعد قبل بس 17 ساعة. كان المفروض اني اجيب شارلوت بوقت ابكر، كان عندي القدرة، يعني كان عندي الوقت، لكني التسويف انا كل مرة اقول بكرة 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 حتى اخر لحظة. والحمد لله انه همداني، يعني اني اجيب شو اسمه شارلوت. طبعا التشكيلة هذه مو بالتشكيل اعلى تشكيلة عندي زي ما تشوفون، لكني بالنسبة للتشكيلة هذه هي اكثر تشكيلة افوز فيها، يعني قليل 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 اهزم، لانها متجانسة يعني ومتقاربة. لانك اذا حطيت اقوى اعضاء عنك ما يكونون متجانسين في مستويات متفارقة، فيصير فيه هزايم كثيرة صراحة. لكن التشكيلة هذه متجانسة أكثر، وقليل قليل قليل اللي خسر فيها. الحين باقي بس واحد ونجيب شارلوت برو، أول التيمت ديفا برو. الحين جبنا 22800، يعني نقدر نجيب شارلوت برو. بسم الله وهبا حبيبي أخيرا. وهذه شارلوت التيمت برو. وعدنا لكم بعد التوقف. اليوم يوم الأحد، والحين قاعد أسجل الجزء الثاني من الحلقة. طبعا زي ما شفتوا كلكم نزلت جوائز الماني ان ذا بانك الجديدة، وما شاء الله حطوا ديفا برضو، حطوا نايومي وبري وايت. صراحة البطايق شو اسمه شكلها فخم صراحة، لكن أعيب عليهم الوقت القليل. يعني حطوا 28 يوم بس. يعني عشان تجيب نايومي مثلا، نفترض انك ما عندك الجلitch ولا كذا، مستحيل تجيبها، يعني مستحيل تقريبا. فاستغرب الوقت القليل. اول كانوا يحطون 40 يوم، بعدين نزلوا شوي 38 يوم، الحين 28 يوم. فان شاء الله اذا امداني ودي اجيب نايومي، وان شاء الله يمديني باذن الله. حتى الان ما بديت، حتى الان ما معي الا 243، وان شاء الله راح يمديني اجيب نايومي برو باذن الله بنهاية حدث الماني ان ذا بانك. شيء ثاني، زي ما شفتوا بالمقطع اللي نزلته لكم انا عن اول نظرة على التحديث الجديد، خلص فيوجن قبل شوي. خلونا نفتحه قبل، بس ما بيكم تتوقعون هالمرة، بفتحه على طول. بسم الله، خلينا نشوف منهم. هذا جوني، ما راح اقول اسمه الثاني عشان ما تضحكون علي، لذلك جوني. جوني اول مرة اشوف جوني صراحة. خلونا نسوي حق الاليت. كم يتطلب عشان اجيب اليت شو يسمى ذا فيوجن؟ نبدأ أول شيء نحط جوني. مع السلامة جوني. لازم نجيب 35,000. 35,000. طيب خلونا نفتح الحين سمر سلام. لو أملى الساحة كلها سمر سلام يكفي ولا لا؟ بوم بوم، أتوقع يكفي. سمر سلام الواحد 5,000 يكفي. زين والله، مفيدين بطاقات السمر. بوم. بقي 3,000 بالضبط. حط راسل. لا لا، مو راسل. تدري حط سرفايفر. ايش فيني انا؟ سرفايفر. حط مثلا هنا، وحط هنا راسل. كذا يكون مكتمل لا اعلى شوية 30,000.
activate now. يس. الوعد إن شاء الله بعد 5 أيام بإذن الله راح يكون عندي فيوجن إليت. ما أدري بكمل، يمديني أكمل والله، شكلي بكمل إلى فيوجن ألتيميت، بكمل إن شاء الله بعد 5 أيام عاد نشوف. الحين بالنسبة للحدث صراحة ايش في على كل شوي، أنا مو بالبيت الحين فالإنترنت ذبحني. بالنسبة للحدث أنا صراحة ما لعبت كثير بالحدث، وأنا جايني عين كذا، بديت ما أحب شو اسمه الار تي جي، ما ألعب كثير، قليل ألعب الار تي جي. شوف وين وصلت، 157 من 180. تشكيلتي واصلة إليت بدون أي بلصات، لكن حتى الآن ما كملت شارلوت الثاني، وصلت 41 بعد ما وقفت، وما كملت ناكامورا موصل 42. فحسبتها أنا يعني عشان أجيب بطاقة روسيف، بطاقة الإليت، لازم أبدأ ألعب وحدات ويعني ياخذ مني وقت الموضوع. فقلت خلاص بكتفي إني أجيب بطاقة الهاردند. وأنا صراحة ما أدري إيش فيني، من أول كنت ألعب كثير بالار تي جي، انتظر الار تي جي اللي يعني بشغف. الحين العكس تماما، يعني أتمنى بس يمشي الحدث. فالحين باقي لي 3 ألعاب بس واجيب جيسون هاردند. لكن قبل ما ألعب أوريكم ما شاء الله التيم، تيم نوتا، رجعنا للتيم ولله الحمد وكملناه من جديد. نتورك ذبحتني من الوريد للوريد، ما شاء الله ولله الحمد. لا مو بينا، ما شاء الله وصلنا التيمت بلس ولله الحمد. التيم مليانة الحمد لله، ووصلنا التيمت بلس بإذن الله. الحدث الجاي راح يكون أول حدث لنا كفريق التيمت. أتوقع أنه ما فيه تيمات عربية واصلة التيمت بلس من أول واحد لآخر واحد كلهم عرب، إلا يمكن 3 تيمات أو 4 تيمات بالكثير. فنفتخر أن تيم نوتا واحد من ضمن التيمات هذه. خلونا احنا نبدأ نلعب شو اسمه بالحدث، وسامحوني على النتورك. بسم الله. مجمع طبعا انا شو اسمه تايتل ماتش. انا كنت ناوي اكمل الاليت بس ما حصل والله كني اكمل، فوقفت. بديت العب الالتيميت، ناوي انا اذا بديت بالاليت ابدا استخدم التايتل ماتش، لكن بديت استخدمها قبل. في شيء يا جماعة ودي اتكلم، ابي رايكم فيه، فكرت فيه انا قبل. الحين لي تقريبا شهر وانا انزل حلقة اسبوعيا وابديت، حلقة كل اثنين وابديت يوم الاربعاء. هل عاجبكم الوضع هذا ولا في اقتراح ثاني؟ زين، الاقتراح الثاني يقول اني انزل حلقة يوميا حلقة، لكن الحلقة راح تكون بدون اي نوع من التقطيع واي نوع من المونتاج، وراح تكون كذا يعني بس سجل ونزل. راح بس انها راح تكون يوميا يعني، حتى يعني يوم الاثنين اللي ما فيه حدث ويوم الاربعاء اللي ما فيه حدث راح انزل، راح انزل مثلا والعب رانك مود ولا رويال رامبل مثلا. فهل انتم ترون انه افضل اني استمر على وضعي الحالي، اني انزل حلقة يوم الاثنين عن الحدث وانزل ابديت يوم الاربعاء، ام اني انزل يوميا لكن الجودة تنزل؟ لانه يوميا صعب انك تمنتج ويوميا وتقدر تجيب اسئله ومدري ايش. لا عاد موضوع الاسئله سهل، لكن تمنتج وصعب يكون عندك محتوى يومي يعني. الحين انا بحلقه يوم الاثنين اجمع يعني من كل الحدث، يعني يوم الخميس والجمعه هذا، يعني استقيل لك 4 ايام اجيب لك اهم شيء فيها وانزله بحلقه. لكن إذا صرت يوميا يعني يوميا أسجل. فأبي رأيكم، إذا كنت تبي الخيار واحد اكتب بالتعليقات واحد، الخيار واحد إني أستمر على وضعي الحالي، بحيث إني أنزل كل حلقة يوم، كل اثنين أنزل حلقة وكل أربعة أنزل أبديت. اكتب واحد. إذا تبي الخيار الثاني إنه ننزل بدون مونتاج بدون أي شيء والجودة شوي تنزل،
لكني أنزل يوميا، اكتب الرقم 2. حتى لو كان عندك تعليق ثاني اكتب 1 ولا 2، بعدين كمل بتعليقك العادي أو سؤالك مثلا أو كذا. وفي حالة إني ولا هذه بعدين نشوف، إذا نشوف رأيكم أنتم، بعد ما نشوف رأيكم عاد نتكلم عن بالضبط وش نسوي وش بنسوي. فأنا بشوف رأيكم، إذا صار عدد اللي قالوا نبي الرقم 1 أكثر راح أستمر مع الرقم 1. إذا في عدد اللي قالوا رقم 2 أكثر فإني بحول للرقم 2. أنتم القناة قناتكم على ما قال، وأنتم اللي تختارون يعني. ليش أنا فكرت كذا؟ لأنه يوم نزلت مقطع أول نظرة زين، حصل شيئين فيه، مشاهدة القناة ارتفعت زين، فرقت نزلت مقاطع بالأسبوع عن مقطعين. وشيء ثاني، كثيرين اللي شافوا المقطعين يعني، والإعجابات كانت بالمقطع عالية جدا، مع إنه ما كان فيه أي مونتاج، بالعكس كان فيه خطأ بالمونتاج يعني شوي، في قصة المفروض يقصه ما قصيته، ومع ذلك جته إعجابات عالية ومشاهدات حلوة يعني، كان مثل مشاهدات حلقة. فهالشي خلاني أفكر يعني احتمالية إنه يمكن في ناس يبون إني أنزل يوميا، حتى لو ما كان في مونتاج، وحتى لو ما كان فيها قصقصه، وحتى لو كان في توليف مني يعني. تعرفون إذا الواحد بلش يطلع سواليف أحيانا يخربط من راسه. ف لكن فيه احتمالية انكم يعني مثلا تملون مني، لاني يوميا مقطع ممل شوي. فاعطوني رايكم، وان شاء الله الاكثرية راح امشي مع رايهم ايا كان الراي. هذا الشيء. فخلونا الحين نجاوب على كم سؤال جتني بالحلقات الماضية، الحلقة الماضية والمقطعين اللي راحت. ما في اسئلة كثير، يمكن سؤالين او ثلاثة. خلينا نشوف الاسئلة. حتى الان ما شاء الله قاعد اجلد بسهولة افوز. سؤال سؤال من نايف عبد الله. اتوقع نايف قد جاوبت على سؤال له ما شاء الله. يقول الحين اذا وصلت التيمت بلس بتترك اللعبة؟ عشان اصل التيمت بلس في تشكيلة الار تي جي يحتاج تقريبا 3 شهور الى 4 شهور. بهالوقت هذا 3 شهور او 4 شهور راح ينزلون اللعبة، اكيد راح ينزلون تير جديد. فالوقت اللي راح اخذه عشان اصل التيمت بلس راح يكون نازل تير جديد، فراح اسعى اني اكمل واجيب التير الجديد واوصل التير الجديد. واتمنى اني شو اسمه اصل قبل ما يجي التير الجديد. ودي اتمنى اني اصل بتشكيلة الار تي جي، اصل التيمت بلس. ودي اجرب شعور انك تفوز بالار تي جي بكل سهولة، من اول بطاقة لاخر بطاقة، ما تحتاج ابد خمسات او عشرات ورا بعض، الحين 77 من 80. فهذه امنيتي انه يمديني. ما راح اترك اللعبة واقول لك زي ما قلت قبل، ما اتوقع ان الحين اللعبة راجعين للموسم الثالث لهم 4 شهور. اتوقع بعد شهرين يعني اذا تم 6 شهور راح ينزلون تير جديد. الحين نزلوا هم فيوجن، فما بعد فيوجن الا تير جديد. اتمنى انهم ينزلون حدث جديد. ملينا من الاحداث والله العظيم ملينا. حدث الارضي هو اخر حدث سووه، يمكن له الحين اكثر من سنة، هو آخر حدث سووه. فأتمنى أنهم يشتغلون على موضوع حدث جديد. وفي طرق كثيرة، فيها اقتراحات كثيرة يقدرون يسوونها عشان يجيبون حدث جديد. مثلا أنا فكرتك اليوم، قلت الحين حدث الأرضي بس مصارعين ما في ديفا. لو مثلا يسوون حدث خاص بالديفا مثلا، عشان يفعلون جانب الديفا مثلا، فممكن يسوي حدث خاص بالديفا بس. وفي أفكار كثيرة، أتمنى أنهم يجيبوا لنا حدث جديد، لأن ملينا صراحة من الأحداث الحالية. ولا أخاف يرجعون لك حدث البي سي سي وخلاص السلام عليكم، رجعنا لك الحدث خلاص. أتمنى يكون فيها 4 أحداث عشان الواحد ما يمل بسرعة يعني من الحدث، يشتاق للحدث، فهمت؟ طولنا بالسؤال. السؤال الثاني أه أحمد المالك يقول كم مرة تفتح سوبر كارت في اليوم؟
والله ما ادري، على حسب اليوم. احيانا اوقات الاحداث خصوصا احداث التيم ادخل بشكل مستمر كثيرا، لكن ما عديت كم عدد المرات اللي يدخل فيها اللعبة. آه، سؤال من خالد القحطاني، يقول نوتة من تشوف المنافس العربي لك في سوبر كارد. والله شخصيا الحين بديت ما اشوف ابد اي قنوات تنزل اللعبة دبليو دبليو سوبر كارد. حتى اول كنت اشوف بس ذاك الاجنبي تعرفونه، شو اسمه، السمين ذاك، شو اسمه، ذكروني فيه ولا صح ما عندي احد. آه بيجي دود، ايوه بيجي دود. كنت اتابع بيجي دود قبل اول ما بديت، بعدين بديت ما اتابعها بعد. حتى حلقاتي انا ما اتابعها، فما اتابع احد صراحه، ما اعرف احد. لذلك ما ادري هل في منافسين ولا ما في منافسين، كم متابع. على طاري منافسين وعلى طاري ذا، وصلت اليوم الى 499 مشترك، يعني باقي لي مشترك واحد بس واصل 500. فهذا شيء يستحق الاحتفال. هذا رد على سؤالك يا خالد القحطاني. بقي سؤال زميلنا في التيم دي اف ام تي، يقول نوته كم وقت مونتاج الحلقة؟ تصدقون يا جماعة، قبل أنا بديت بالمنتج، يعني بديت منتج باللابتوب قبل أربع أه قبل أربع حلقة 19 بديت أمنتج. وجبنا خلنا نلعب، خلنا نستمر نلعب، ما إننا قاعدين نسولف، خلونا نستمر نلعب واحدة على الأقل. بس باقي 36 دقيقة. المهم قبل حلقة 19 بديت أنا أول مرة أبدأ أمنتج. تصدقون يا جماعة الحلقة الأولى قعدت أمنتجها 7 ساعات، رغم أنه بالحلقة الأولى حلقة 19، رغم أنه ما فيه كان شو اسمه، ما كان فيه شغل واجد، لكن كل شيء جديد بالنسبة لي. أركب شيء وأسوي شيء على بعض بعدين ما يمشي، أركب ذا على ذا على ذا كله شيء ماشي، بعدين فجأة شيء فيه خطأ، أعيد الشغل من جديد. حتى الجهاز عندي ما مو بقوي، ضعيف الجهاز شوي. فبعد ما أمنتج الفيديو عشان أطلعه كمقطع فيديو، وشيء تمنتجه أنت منتجه زين، بعدين تصدره كمقطع فيديو. التصدير هذا ياخذ على حسب حجم الحلقة، يعني ياخذ من 2 إلى 3 ساعات، أحيانا إذا صارت الحلقة طويلة جدا ياخذ عادي 4 ساعات. فتخيلت يعني، تخيل تصدر الحلقة، بعد ما تصدرها ولا في شيء خطأ. أنا أقول قعدت اليوم 7 ساعات أو على الأقل 7 ساعات عشان أخلص حلقة واحدة بس. بعدين الموضوع بدأ يسهل بالنسبة لي، بديت الحين ما ياخذ معي الموضوع ساعة بس، وأقل من ساعة بعد، وأخلصه كمونتاج، بعدين أصدره بالليل، هذا كله بليلة الاثنين. بعدين بعدين أرفعه على اليوتيوب وأنام. زين، أرفعه خليه خاص. إذا قمت بعدين، إذا جاء العصر جيت وفتحت وخليته من خاص إلى عام، بعدين ينتشر وينزل لكم كأنه نزل قبل شوي، وأنا منزله من أمس أصلا. فهذا نظامي بالمونتاج. بقي سؤال ولا خلاص؟ آه لا ما بقي سؤال، بس زميلنا اللي تو ضيف دي اف ام تي، تابعوا قناته ترى، ينزل شو اسمه، ينزل دبليو دبليو سوبر كارد. الرجال آه، مبدع صراحة، أتمنى أنكم تتابعونه. هذه دعاية مجانية من قدك يا ضيف. الحين باقي بس آخر هذه جولة ونخلص. طبعا جبت أنا الأخ شو اسمه، نسيت اسمه. هذه راح تكون نهاية الحلقة، ما بقي شيء بالحلقة. لكن لا تنسون الموضوع اللي قلت لكم، 1 ولا 2، تبوني أستمر على وضعي الحالي ولا أبدأ أنزل يوميا بدون جودة عالية بدون مونتاج؟
اكتبوا لي بالخاص تكفون، حتى اللي يشوفون دايم ولا يعلقون تكفون علقوا الحلقة هذه. يعني التعليقات 50 أحيانا ومشاهدات 500، يعني في 450 واحد ما علقوا. فأتمنى الجميع يعلق ويعطينا رأيه، لأني ودي بالضبط أدري وش تفكرون فيه. لا تنسون الشيء هذا تكفون. وهذه كانت نهاية الحلقة، أتمنى الحلقة نالت على إعجابكم ورضاكم. سووا لايك وسبسكرايب واشتركوا بالقناة وانشروا المقطع وتكفون. استمتعوا. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.